أهلا بيكم كل أحبائي كل متابعيني في كل مكان، ومعانا خبر جديد وفيديو جديد للنجم محمد ممدوح. محمد ممدوح هيظهر مع عائلته لأول مرة. هنشوف تفاصيل الخبر مع بعض. يقدم الإعلامي محمود سعد حلقة جديدة من برنامج سولت أولت كامل العدد الخميس المقبل على قناة CBC. في حلقة فريدة من نوعها بيحكي خلالها قصص نجاح من مختلف الأماكن والأعمار، وبتسرد الحلقة التي تذاع في تمام الساعة 9 مساء قصة عبد العظيم الذي خرج من حي الويل الكبير ليجوب العالم كله، كما تسلط الضوء على فنانة النسيج الكبيرة إكرام عمر التي احتفلت بعيد ميلادها 83 في معرضها الفني. وإما بقى عن حلقة يوم الجمعة إن شاء الله هيكون ضيف الحلقة مع الإعلامي محمود سعد النجم محمد ممدوح، وهيكون في البرنامج حلقة مليئة بالمفاجآت، وبيظهر فيها ممدوح لأول مرة مع عائلته في حوار مميز مليء بالضحك والمشاعر الإنسانية. وكان قد كشف الفنان محمد ممدوح عن سر اختيار زوجته ميرفت من خارج الوسط الفني، كما يرد على شائعة إنه منعها من دخول التمثيل. وقال أيضا محمد ممدوح خلال تواجده ببرنامج صاحبة السعادة أيضا للفنانة والإعلامية إسعاد يونس إن زوجتي ميرفت لن أمنعها من التمثيل، والمفاجأة أنها كانت في البداية تتدرب في ورش تمثيل ولكنها توقفت بسبب تربية ابنتها كاميليا. وأضاف ممدوح لم أتعمد أن أتزوج من خارج الوسط الفني، لأن زوجتي كانت تعمل في أحد البرامج التلفزيونية، ولكن السبب الأساسي لعدم قدرتها في دخول التمثيل هي ابنته كاميليا. وبيذكر أن آخر أعمال محمد ممدوح هو فيلم وش في وش، وبتدور أحداثه حول عائلتين تحدث بينهم مشاكل وتصل إلى طريق مسدود، وذلك في إطار اجتماعي لايت. وفيلم وش في وش من بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل وأحمد خالد صالح ومحمد شاهين وخالد كمال وأنوشكا وأسماء جلال وبيومي فؤاد ومحمود الليثي وسامي مغاوري ودينا سامي وسلوى محمد عمر، والإخراج لوليد خليفة. الحلقة بتاعت محمد ممدوح كده النهاردة إن شاء الله، اللي حابب إن هو يشوفها هيتابعها النهاردة على قناة CBC الساعة 9 إن شاء الله مع الإعلامي محمود سعد. كل أحبائي يا رب تستمتعوا بكل أوقاتكم في كل مكان وفي أي وقت، أوقاتكم كلها تكون مليئة بالسعادة والحب. صباحكم زي الفل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.